بارت 3 من الحاجات اللي انا خلصتها في جولاي. ما تزهقوش، الحاجات اللي متبقيه دي حلوه كمان، ولو ما شفتيش الاجزاء اللي فاتت روحي شوفيها. ده غسول ترافل سايز من البراند AOA. الغسول ده بالنايسيناميد والسيراميد والجرين تي، حلو جدا واحب جدا جدا ان انا اكرره تاني، بالذات ان هو لكل انواع البشره. ده الخل بتاع الشعر من ايف روشيه. حلو جدا، من المنتجات اللي انا ممكن اكررها مره واثنين وثلاثه، واساسي عندي ولازم اكرره. انا اصلا بقالي كتير قوي ما روحتش المحلات بتاعت البراند دي، هي لسه موجوده ولا قفلت؟ افضل مثبت ميك اب في الحياه دايما بقولكوا عليه، بستخدمه بقالي سنين من اول ما طلعوه، هو المورفي كونتينيوس سيتنج ميست، لان هو السبراي بتاعه تحفه. كريم الحلزون من كوزر اكس، احب ان انا اكرره تاني، بحبه جدا ومنزله الريفيو بتاعه. سيرم الدهب من درماتيك تحفه، نزلت الريفيو بتاعه وطبعا اكيد هكرره تاني. باودر البنانا من جوش حلوه جدا، اكيد مش هكررها تاني لانها مش موجوده عندنا. الالوفيرا جel من AOA حلو جدا، كنت بستخدمه كمرطب بشره دهنيه واكيد احب ان انا اكرره. كريم العين من جود موليكيولز تحفه، انا بحبه جدا، اكيد هكرره تاني. ريتينول لا روش بوزيه بس مرهق شويه، اكيد احب ان انا اكرره تاني، عجبني جدا. ماسك التين البركاني من انس فري، براند كوري تحفه، اكيد احب ان انا اكرره تاني. زيت بذور الورد من فوريفر 52 تحفه، اكيد هكرره تاني. ايلاينر بني من سيبال، مش هكرره تاني لانه خلص على طول. الماسكارا دي من ميبلين اللي هي لاش ليفت فولسيز تحفه، انا ما كنتش بعرف استخدمها كويس الاول، بس لما عرفت بجد خطيره. واخر حاجه ماسك سامبل سايز من جلام جلو، اكيد مش هكرره تاني لان البراند بقت غاليه جدا. وبس كده، لو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنتس، وشوفوا الاجزاء اللي فاتت. والحمد لله خلصنا الفيديو.